السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارف ليه مش كلنا بننجح؟ طب عارف ليه كلنا بنبدأ بس مش كلنا بنكمل؟ الحاجة الوحيدة المشتركة بين كل الناجحين هو الانضباط والالتزام. الانضباط غير التحفيز خالص. قلنا قبل كده ان معظم الناس بتشتغل بالتحفيز، اول ما يشوف فيديو او اي حاجة يقوم يشتغل على نفسه، لكن لو هو مش متحفز ما يقدرش يقوم من مكانه. الانضباط عكس كده خالص. الانضباط بيخليك حتى وانت ملكش نفس تشتغل على نفسك وملكش نفس تقوم من مكانك، بيخليك انك لازم تقوم وتشتغل على نفسك. فانت عشان توصل للي انت عايزه لازم تكون منضبط. التحفيز ده كدبة وما ينفعش نمشي وراه. الانضباط هو اللي هيوصلك للهدف. لو انت منضبط كده كده هتوصل، ملكش حل تاني. غياب الانضباط عن حياتك بيخلي عقلك وجسمك يتعودوا على الراحة اللحظية ويتعودوا على الكسل، وما بتقدرش تتعب لمستقبلك خالص. كل مرة لما بتوعد نفسك بحاجة وما تلتزمش بيها، او لما تعمل جدول لنفسك تمشي عليه ومش بتلتزم بيه، كل مرة بتعمل كده بتخسر جزء من احترامك لنفسك. لازم الانضباط والالتزام والاستمرارية. اللي بيمشي بمزاجه مش بيوصل. الشخص اللي عايز ينجح لازم يبقى منضبط طول الوقت، مش متحمس ولا متحفز. لازم تخلي الانضباط عندك عادة. اربط العادة بهدف واضح عشان تقدر تلتزم بيه. خليك مدير على نفسك وحاسب نفسك. اعمل خطة لنفسك وراقب تقدمك كل يوم، ما تمشيش وخلاص. مش لازم تعمل انجاز كبير مرة واحدة. الانجازات الصغيرة اللي بتعملها كل يوم في الاخر هتعمل انجاز كبير. لو انت انضبطت على 1% بس كل يوم بالتأكيد هتوصل. اتخلص من التشتت خالص، وخلي بالك اي عادة بتغذيها هتكبر، واكبر عدو ليك هو السوشيال ميديا. الانضباط مش حاجة بنتولد بيها. الانضباط حاجة لازم نتعلمها من كل الناس اللي نجحت. اي حاجة عايز تبقى نمبر 1 فيها وعايز تنجح فيها، كل اللي عليك انك تستمر عليها كل يوم، حتى وانت ملكش نفس، كل يوم تشتغل عليها وكل يوم تبقى منضبط عليها، وهتوصل فيها الليفل كويس. النسخة اللي انت عليها دلوقتي والنسخة اللي انت عايز تكون عليها بعد 5 سنين مش هتوصل لها غير بالانضباط. كتر الراحة مش حاجة حلوة. وبكده يكون الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.